المقاومة العراقية، تاريخ لا يسرق ولا يزور. عنوان لكتاب يؤرخ لحقيقة المقاومة العراقية، ألفه الباحث والكاتب العقيد الركن حاتم الفلاحي. رد فيه على الحملة الإعلامية التي تستهدف المقاومة العراقية ومحاولات سرقات وتزوير تاريخها الناصع من خلال نسبة أعمال المقاومة لغير أهلها بل لأعدائها، رغم كمية الحقائق والدلائل الدامغة التي لا تقبل الشك ولا تحتمل التأويل ولا يطالها التحريف مهما طال الزمان وتغيرت الأحداث وتعاقبت الأجيال. رد المؤلف على زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله الذي نسب المقاومة العراقية للميليشيات الشيعية التي جاءت مع الدبابة الأمريكية، وأن قاسم سليماني ومن خلفه إيران كانا الداعم والمساند والمؤازر لهذه المقاومة. ابتدأ حديثه بعنوان: المقاومة العراقية لا تقبل الوصاية، إذ أن أفضل من يتكلم عن تاريخ المقاومة العراقية هم قيادتها وشبابها وأهلها ومدنها التي تدمرت وحوصرت لسنوات، وليس الدخلاء أو الأدعياء، فأهل مكة أدرى بشعابها. بعدها أفرد عنوانا كتب فيه: من جاء بالأمريكان لا يمكن له أن يقاومهم، في إشارة إلى القيادات الشيعية التي مثلت غالبية أعضاء مجلس الحكم الذي جاء به الاحتلال وكان برئاسة بول بريمر. انتقل المؤلف بعدها إلى جغرافية عمليات المقاومة العراقية، حيث ناقش أسطورة المثلث السني أو ما عرف أيضا بمثلث الموت الذي كان يمثل جل عمليات المقاومة، وهي مناطق العرب السنة، وفيها تكبد الاحتلال خسائر جسيمة في الأرواح والمعدات، ذاكرا بعض البيانات والإحصائيات الأمريكية الرسمية التي تناولت على وجه التقليل خسائر قوات الاحتلال موزعة حسب المحافظات العراقية، تشمل الجنود الذين يحملون الجنسية الأمريكية فقط دون غيرهم. وحتى لا يبخس الكاتب حق أحد، فقد ذكر معركة النجف التي اندلعت عام 2004 بين ميليشيا جيش المهدي وقوات الاحتلال بعد إصدار مذكرة إلقاء قبض بحق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهي المعركة الوحيدة التي جرت خارج مناطق المقاومة العراقية حسب معرفة المؤلف. وبين دفتي الكتاب استعرض عناوين هامة كان من بينها: المقاومة العراقية تغير موازين القوى. تحدث المؤلف تحت هذا العنوان عن استنزاف المقاومة السنية للقدرات العسكرية الأمريكية، مما اضطرها إلى إعلان الانسحاب والهزيمة، وبسبب الزلزال المدمر الذي أحدثته المقاومة والذي ذكرهم بشبح الهزيمة العسكرية في فيتنام، حتى وصل بالقيادات السياسية والعسكرية الأمريكية إلى الإقرار بالفشل والانسحاب من العراق عام 2006، لولا إعلان تنظيم القاعدة لما أسموه بالدولة الإسلامية، والتي هيأت الأجواء المناسبة لصناعة مشروع الصحوات الذي خدم المحتل وأعانه على السيطرة على مناطق المقاومة التي لقنت المحتلين دروساً لن ينسوها طيلة حياتهم. في الوقت الذي كانت القيادات السياسية والميليشياوية غارقة في تنفيذ المشروع السياسي الذي جاء به الاحتلال، فكيف تحولوا اليوم إلى مقاومة؟ ومن العناوين البارزة تحول الكاتب إلى سرد بعض المحطات المهمة التي سيخلدها التاريخ. كان من أبرزها دمج الميليشيات التي ساعدت المحتل لتكون النواة لتشكيل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الجديدة في العراق، ذاكرا أبرز تلك الميليشيات التي منها منظمة بدر وحزب الدعوة، حزب الله فرع العراق، والحزب الشيوعي العراقي. بعد ذلك طرح المؤلف تساؤلات هامة وجهها لحسن نصر الله قائلا: ألا يستحق الذين أسقطوا وكسروا أسطورة المارينز وأوقفوا مشروع الشرق الأوسط الكبير ألا يسلب حقه ولا يسرق تاريخه ولا يشوه لأسباب طائفية؟ ألا تعتبر الحكومات التي شكلها المحتل وقامت بسرقة ونهب وتبديد ثروات العراق فاسدة؟ ألا تعتبر الميليشيات التي حولت العراق إلى مسرح لتدخلات إيران بأنها عميلة، أم أن إيران مسموح لها ومقاومة في نظركم؟ واختتم تلك المحطات بتصريحات هامة وفاضحة
حول علاقة الأمريكان بمرجعية النجف من خلال بعض التصريحات من كبار القادة السياسيين والعسكريين. من أهم التصريحات قول السيناتور من ولاية أوهايو جورج فانيو فيتش في مقابلة له على القناة الأمريكية سي سبان أنه بدون آية الله علي السيستاني سنكون في حالة سيئة هناك، يقصد العراق. وما أدلى به المحلل والخبير في CIA الدكتور كينث بولاك ليقول: سيكون من المفيد لنا منح السلطة لآية الله سيستاني، نحن بحاجة إلى تمكينه، إذ نحتاج أن نظهر للعراقيين أن السيستاني قادر على الوقوف في وجهنا. بعد ذلك أخذ الكاتب بالرد المفصل على زعيم ميليشيا حزب الله الذي حاول سرقة وتشويه تاريخ المقاومة العراقية بدوافع طائفية مقيتة، كما حاول أن يلمع صورة القتلة في العراق وسوريا ليقدمهم كقادة لهذه المقاومة التي وقفت بكل شموخ لمواجهة أقوى وأعتى آلة حربية عرفها التاريخ في العصر الحديث بمنازلة غير متكافئة قدمت فيها المقاومة العراقية الآلاف من الشهداء والجرحى، وضحت بالغالي والنفيس لدفع العدو الصائل، بالوقت الذي كان فيه أدعياء المقاومة يسمون الاحتلال بالقوات الصديقة التي جاءوا معها لحكم العراق، وأصبحوا أداة لتنفيذ مشروعه السياسي الذي حول العراق لدولة هزيلة وفاشلة، مختتما الكتاب بتقديم عبارات إجلال وإكبار لشهداء وأبطال المقاومة العراقية ولجميع الشرفاء الرافضين للاحتلال الأمريكي الإيراني.